حشيش، وكان بيحبس المتعاطي 3 شهور. لكن الجنود كانوا بياكلوا الحشيش في السر وما يقدروش يبطلوه، واستمر ادمان الجنود للحشيش لحد نهاية الحملة سنة 1801. ومن القاهرة رجع الجنود لفرنسا ومعاهم الحشيش، وادوا لبعض الاطباء في فرنسا لتحليله، فخرجت النتائج مبهرة وقالت ان الحشيش المصري مليان فوائد. وبدأ الدكاترة اللي عملوا الابحاث دي يأسسوا نادي اسمه نادي المحششين في فندق لازوون على جزيرة سانت لويس، وبدأ الناس يقبل على تعاطي الحشيش، وكان بيتعاطاه اهم ادباء فرنسا، وكانوا بيخلطوه بالزبدة وياكلوه. ومن اشهر الادباء اللي كانوا مدمنين على الحشيش وكانوا اعضاء في نادي المحششين كان بولزاك وبودلير وفيكتور هوجو، واللي قدم بعد انضمامه للنادي اهم اعماله وهي البؤساء. ومن فرنسا انتشر الحشيش في كل مكان في اوروبا. ونرجع تاني لمصر اللي كانت في الوقت ده تحت الحكم العثماني، وكان الوالي محمد علي، واللي كان معروف عنه انه كان تاجر تبغ، وهو اول واحد دخل الشيشه لمصر، واللي كانت جايه له هديه من السلطان العثماني. ولحد هنا وانتهى الموضوع، وكده تبقى عرفت امتى ظهر الحشيش